افشل روجيتا موجوده روجيتا صندوق النقد الدولي. بالمناسبه جميع الدول اللي خرجت وطلعت وبقت نمور وقفزت بعدت عن هذه الروجيتا المريضه. صندوق النقد الدولي دي واحده من 3 منظمات ابتدوا بعد الحرب العالميه الثانيه يتم تكوينهم في العالم. الاول الامم المتحده، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي جمعيه عدد افرادها 188 فرد اللي هم 188 دوله من 193 دوله دول العالم. ال 188 دوله في ناس داخله بفرد، سعادتك داخل بفردين، فلان داخل ب10 افراد، بيجمعوا مجموعه من الاموال علشان لو دوله محتاجه اي نوع من انواع القروض تروح للصندوق. اختاروا ليهم 24 واحد اللي هو 24 مدير. طب انا متخانق مع واحد او 2، قال لك يبقى تلتين الاعضاء بالموافقه بتاعتهم تاخد القرض عليه. اي دوله محتاجه يقول له عينيا اديك بس بشروط، ممنوع تقترض اكتر من 3 امثال حصتك. فمصر حصتها 1.6، 3 امثال حصتها يبقى 4.8. يبقى اللي بيسال ليه ما ناخدش 5 مقفولين، نقول له يا استاذ ما ينفعش، انا اخد 5 يبقى نزود حصتنا تحت. انما يسالك مجموعه اسئله، لو الاستاذ مجدي رايح البنك اللي جنبينا هنا يقترض 5000 جنيه، البنك يساله اسم حضرتك ايه؟ يقول له مصر. سعادتك مشارك معانا هنا والله او ليك حساب عندنا؟ يقول له اه والله انا ب1.6. طالب قد ايه؟ 4.8. يبص كده في الكتالوج 3 امثال يقول له اوكي. سيادتك ناوي تاخد الفلوس وتجري يا مصر او يا استاذ مجدي؟ يقول له لا والله انا ادفع. منين يا استاذ مجدي؟ يقول له ما انا عندي ايرادات الدوله. طب ايراداتك قد ايه؟ اديني كشف مرتبك يا استاذ مجدي. يقول له حضرتك بتنفق قد ايه من المرتب ده بقى؟ يقول له انا بنفق قد كده. يقول له يا استاذ طب ما انت عندك عجز، هتسددني ازاي؟ يقول له لا ما انا ان شاء الله بقى ناوي اشتغل بعد الظهر، هجيب لتوك توك اشتغل عليه فزود ايراداتي، وهشارك على محل شاي وقهوه فهزود ايراداتي على اي حد. تمام. طب انفاقاتك زاد؟ يقول له والله ما انا كنت بدي امي نفقه هلغيها، العيال باكلوا 3 رغيفه في الطاقه هخليهم رغيف، مش كده؟ كنت هو ده سعيد كده جدا، انا مبسوط منك جدا لان انا بفهم، انا يعني انا بحب. فهنقلل حته الايرادات الزياده اللي انا بشتغل فيها توك توك، والانفاقات اللي بشيل النفقه من امي دي اسمها برنامج الاصلاح الاقتصادي. ايوه. يقوم مقدمه لي، يقول له طب هجربك 3 شهور. يمشي معاك يشوفك، نجرب. طب موافقين؟ الصندوق هينزل على 91 مليون بني ادم يمضيهم؟ ما ينفعش. يبقى مين اللي يمثل 91 مليون بني ادم؟ مجلس الشعب. حيث ان مجلس الشعب مش موجود، وعارف ان مجلس الشورى ناس طيبين كده وحلواني يعني كده في الخفيف، فيقول له طب هات لي بتوع المعارضه اللي معاك. لذلك نزلت الوحده يشوف بتوع المعارضه. لو في مجلس شعب ممنوع يقابل بتوع المعارضه، لانه قال لك ازاي المعارضه تقابله. انما مجلس هو الصندوق مش هينزل على 91 مليون يا استاذ مجدي. وافقوا على الناس ديت واوكي، و24 قراط. يقول له طب بقى انت ناوي تعمل لي ايه؟ احنا حطينا برنامج لينا، شنقنا نفسينا ب5 مطالب مبدئيه. ايوه اللي هم ايه بقى؟ الحكومه المصريه هي البرنامج اللي قالته بقى اللي هو التوك توك بقى، وهشيل البتاع. قال له ايه بقى؟ قال له والله هنشيل الدعم عن بنزين 95 مرحله اولى وقد تم. هنشيل الدعم عن الميه والكهرباء عن الوحدات السكنيه والاداريه والتجاريه وقد تم. هنشيل الدعم عن الصناعات كثيفه استخدام الطاقه وتم حلواني اللي هو سميناها الترشيد. هنفرض مجموعه من الضرائب. خمس بقى قال له ايه؟ نمره 5 يزيد الاحتياطي النقدي ل 19 مليار. ليه 19 مليار دولار؟ الفجوه التمويليه بتاعتنا